اكتر طلب اتكرر كتير الفتره الاخيره على القناه عندنا هو فيديو عن المؤثرات الصوتيه، ايه ساوند افكتس اللي انا بستعملها ومنين اصلا تقدر تنزل المؤثرات الصوتيه دي. والنهارده ان شاء الله هحاول اعرفك ازاي فعلا تقدر تستخدمهم، فيلا بينا. السلام عليكم، معاكم محمود فوده. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اضافات المونتاج اللي هي الاوفرليز وازاي من خلالها بتقدر تطلع بستايل مميز في الفيديو بتاعك، فانصحك جدا ان انت تتفرج على الفيديو ده، هسيبه لك في الاي اللي بتظهر فوق هنا او في الوصف بتاع الفيديو تحت. ولكن في اضافه مهمه جدا لازم تكون مع الاوفرليز وهي المؤثرات الصوتيه. اي حركه بتتعمل في الفيديو يفضل ان يكون في ساوند افكت بيخدم عليها. عايزك تتعامل مع المؤثرات الصوتيه على انها حاجه اساسيه ومهمه جدا، ولازم تديها جزء كبير جدا من الوقت بتاع المونتاج، وخد في الاعتبار انها بتحسن من جوده الفيديو بتاعك، ولكن ما ينفعش تكون عامل مشتت للمشاهد اللي بيتفرج على الفيديو، سواء ان الصوت بتاعها هيكون عالي جدا او ان الصوت بتاع التأثير يكون مختلف عن المشاهد بيتفرج عليه. فانت اختار اصوات تمشي مع اللي بيتعرض في الفيديو. طيب لو صادفك انك مش لاقي صوت معين او مش عارف اسمه ايه بالظبط، تعمل ايه؟ بتقابلني كتير وحلها بسيط جدا. مثلا لو جينا للفيديو البي رول اللي انا كنت صورته ونزلته من فتره، في المرحله دي اللي الشيف بيرش التتبيله فوق اللحمه، انا فعلا ما كنتش عارف اسم الساوند افكت اللي انا هحطه ايه بالظبط او ابحث باي اسم، وحلها كان بسيط جدا. ان انا حاولت ان انا ادور على صوت قريب من نفس الصوت دوت، وبدات ان انا اظبطه بالايكولايزر على برنامج المونتاج، وحاولت قدر الامكان ان اخلي الصوت مقبول، والنتيجه طلعت كويسه. والحل التاني هو انك تسجل الصوت بنفسك وقت التصوير، ودي طريقه حلوه جدا وهتريحك وقت المونتاج ومش هتلف كتير. النقطه اللي بعد كده بقى وهي ان في صوت معين كده مشهور بتلاقيه في كل الفيديوز، حرفيا بيقابلني في كل الفيديوز اللي بقابلها على اليوتيوب او على فيسبوك او على اي مكان، وفعلا انا بستخدمه في 100% من الفيديوهات بتاعتي. الصوت ده اسمه ووش ساوند افكت، اللي هو الصوت ده. بكل درجات الصوت بتاعته. وعشان الصوت دوت مهم جدا، فهسيب لك ليك في الوصف بتاع الفيديو مجموعه كده من الاصوات الوش ساوند افكت، تقدر ان انت تنزلها وتستخدمها عندك في الفيديوهات بتاعتك. وبعد ما تجربها ما تنساش تبعت لي على الانستجرام تقول لي رايك فيها، وهجهز لك هديه هناك. لينك اكونت الانستجرام في الوصف بتاع الفيديو تحت. وعشان اوضح ليك قد ايه المؤثرات الصوتيه فعلا بتاثر على الفيديو بتاعك، فهعرض ليك دلوقتي 2 فيديو، الاول بدون اي مؤثرات صوتيه، تراك الميوزك بس، والتاني بعد اضافه المؤثرات الصوتيه، وقول لي رايك فيه بعد ما تتفرج. والنقطه اللي بعد كده وهي منين بنزل المؤثرات الصوتيه اللي انا بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي. في اماكن كتير تقدر تنزل من خلالها مؤثرات صوتيه، منها اللي بفلوس ومنها اللي مجاني. بالنسبه للي بفلوس فانا بستخدم موقع اسمه ارت ليست. الموقع ده حلو جدا، يعني باشتراك معين كده شهري او سنوي هيديك ميوزك وساوند افكت احترافيه. بقالي سنه معتمد عليه، وفعلا المؤثرات اللي انا باخدها منه كويسه جدا. والمميز فيه كمان ان هو كل فتره بينزل كده للناس المشتركين في الموقع زي ما تقول كده هدايا للمونتاج او اوفرليز او اضافات زي اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، هدايا كده للناس المشتركين، فهتساعدك ان انت تعرف تطلع المحتوى بتاعك بشكل كويس. ولو انت نزلت واشتركت من اللينك اللي انا سيبه لك في الوصف بتاع الفيديو تحت، هتاخد شهرين ببلاش اول ما تشترك. وعلى سيره الموقع اللي ببلاش، ففي مواقع فعلا كتير جدا مجانيه تقدر تنزل منها مؤثرات صوتيه وميوزك. وطبعا يعني ما ينفعش ان انا اسيبك كده من غير ما اسيب لك لينكات ليهم في الوصف بتاع الفيديو، فانزل تحت هتلاقي شويه لينكات كده لكذا موقع تقدر تنزل منهم مؤثرات صوتيه وميوزك ببلاش. بعض المواقع بس بيطلب منك ان انت تكتب في الوصف ان الميوزك دي انت واخدها من الموقع دوت، والبعض التاني بيديك
يديك المؤثرات الصوتيه او الميوزك من غير ما يطلب منك اي حاجه. فانت اتاكد من اللايسنس الفري، يعني ايه المطلوب منك بالظبط قبل ما تستخدم التراك ده، واعمله على الفيديو بتاعك. في النهايه احب اقول لك ان انت لازم تهتم بالمؤثرات الصوتيه في الفيديو بتاعك. يعني لو انت بتسجل محتوى على اليوتيوب او على اي منصه، او لو انت بتعمل شغل تجاري، فاهتم بالمؤثرات الصوتيه، هتاخد الفيديو بتاعك للنكست ليفل زي ما بيقولوا. الموضوع ملوش قواعد ثابته، يعني بترجع ليك انت وذوقك وستايلك، وكل ما اتفرجت كتير كل ما هتعرف المؤثر الصوتي دوت بحطه فين وبستخدمه ازاي. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى من ربنا يكون افادك باي شيء جديد. لو عندك اي سؤال عن اي حاجه يعني ما تكسفش برضو، انزل اكتبوا لي في التعليقات تحت، هرد عليك ان شاء الله. او تبعتوا لي على الانستجرام في دايركت مسج. ما تنساش تقول لي رايك في الحلقه كده في الكومنتات تحت، ودوس لايك على الفيديو عشان الخوارزميات بتاعت يوتيوب ترضى علينا كده وترشح الفيديو ده لناس جديده. والله ومن قلبي يعني حابب اشكر كل حد بيقدم دعم على القناه، يعني اي حد بيدوس لايك، بيعمل كومنت، بيعمل شير للفيديوز، فشكرا جدا ليك. انا مبسوط جدا بالموضوع يعني، وشكرا على دعمكم الكبير على الفيديو اللي فات. ولو حابين نتكلم عن موضوع معين تقدروا تكتبوا لي في التعليقات تحت، ان شاء الله هجهز الموضوع ونقدر نطلع نتكلم فيه مع بعض. وبس كده يا سيدي، كان معاك محمود فوده، سلام.